قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. كان يصلي صلاة نفل فدعاه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولم يجب لكونه منشغلا في صلاته حتى أتم صلاته، ثم أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وفي هذا أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ومتعينة، وأن الحياة الحقيقية للعبد إنما تكون بالاستجابة لله والرسول، كما قال جل وعلا: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما فيه حياتكم. قد قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. فالحياة الحقيقية إنما هي بالاستجابة لله توحيدا وإخلاصا وإذعانا، وللرسول عليه الصلاة والسلام طاعة وامتثالا واتباعا. ثم قال لي: لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين. هي السبع المثاني، السبع لأن آياتها سبع، والمثاني لأنها تثنى أو تكرر ويؤتى بها في كل صلاة. قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ووصف هذه السورة بهذا الوصف مع أنها سورة واحدة من سور القرآن دليل على عظم شأنها، لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا. فكل ما في القرآن من دلائل ومعاني اجتمع في هذه السورة. فسورة الفاتحة أجملت والقرآن فصل، فهي أم القرآن، اشتملت على بيان عظمة الرب وحسن الثناء عليه سبحانه وتعالى وتمجيده جل في علاه، اشتملت على توحيده بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، اشتملت على ذكر الرسالة والبعث والجزاء وأحوال الناس وانقسامهم إلى أقسام ثلاثة: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين، واشتملت على شروط قبول العمل، وأن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت لله خالصة: إياك نعبد، وللسنة موافقة: اهدنا الصراط المستقيم. واشتملت على أركان التعبد القلبية، وهي المحبة والرجاء والخوف.